وأن شعب الجنوب لن يتراجع عن أهدافه في التحرير والاستقلال التي يعلنها يوميا وعلى دول الإقليم والدول العشر الراعية المبادرة الخليجية عدم الاستمرار في اللهث ولا سراب المشاريع الوهمية على الورق التي لن تثمر شيئا على أرض الواقع، الذي يقرر غير ما يرسمون في أروقة وقاعات مؤتمر الحوار اليمني. وقد أثبتت الهبة الشعبية هذه الحقيقة التي كررناها مرارا، وأطفأت شموع أحلام الوهم في احتفالات حوار صنعاء التي يحثون الخطاة لإشعالها في حفلة اختتام مؤتمر الحوار اليمني بصنعاء. أننا في ظل الهبة الشعبية نجدد النداء للمنظمات الدولية والإنسانية والمؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان ولكل شرفاء العالم بأن لا يلزمون الصمت تجاه الجرائم المستمرة وبوحشية، وآخرها قتل جنود الاحتلال اليمني بدون رحمة لأكثر من 40 شهيدا وجريحا خلال يومين فقط من الهبة الشعبية، بينهم نساء وأطفال. يا أبناء شعبنا الجنوبي الصامد، إننا نعيش معكم هبتكم الشعبية المباركة لحظة بلحظة، ونتابع كل تفاصيلها، وقلوبنا تهفو نحوكم وعيوننا تتطلع صوبكم بانتظار لحظة مشاركتنا لكم التي باتت قريبة إن شاء الله. نقبل جباهكم السمر المرفوعة بالعز، ونشد على سواعدكم الفولاذية التي تدك بقوة وإصرار مداميك الباطل تهزم جبروته بإرادة أمضى من القوة. وفي الختام ندعو أبناء الجنوب إلى رفع الجاهزية الكاملة بكل ما يملكون لدعم الهبة الشعبية وتسخير كافة الإمكانيات لبلوغ أهدافها، وفي نفس الوقت ندعو إلى التمتع بأخلاق الثورة والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة وحماية المواطنين والأجانب والشركات النفطية العاملة والبعثات الدبلوماسية في الجنوب، ونؤكد لهم أن مصالحكم مرتبطة بشعب الجنوب الحضاري وليس بعصابات النهب والفيد. يا أبناء الجنوب الأبطال، سيروا نحو النصر، بارك الله خطاكم، شدوا العزم وارفعوا الهمة. أنني أحني هامتي اليوم أمامكم وأمام تضحياتكم وبطولاتكم وإجلالا لدماء من سبقونا في طابور الاستشهاد، وأنني لن أكون إلا كما عاهدت الله وعاهدتكم معكم وبجانبكم. سيروا إلى الأمام فقد انبلج فجر النصر واقترب يوم الخلاص أيها الثوار، ولا عودة للخلف، إنها الثورة حتى النصر. الرحمة للشهداء والشفاء لجرحانا الأشاوس والحرية لأسرانا في معتقلات الاحتلال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.